ولما الدنيا تشتي يبقى لازم نعمل كده. ما هو يا محشي يا عدس يا الأكلة دي. هنبتدي طبعا. معانا بصلاية هنخرطها، ننزل بشوية زيت، 3 4 معالق زيت، يعني زي ما انت شايفة كده بالويم يعني. هنسيبهم طبعا يقدحوا على النار كويس قوي، والبصل اللي معانا خرطناه. عايزة اقول لكم ان الدنيا بتشتي ملح بره. هننزل بالبصلة، ايوه كده. جيبي بقى يا اختي، واعذرونا على تلك الاصوات. هكذا يتم التقليب. هنا البصلة اتكرملت وبقت زي الفل. هننزل بالطماطم طبعا، حبيتين طماطم كبار او 3 وسط كده يعني. قلبي بقى كويس، بهاراتك وحبشتكناتك، فلفل اسمر ماشي طبعا. ايه نعمل الرز الاول. شوية زيت كده محترمين في حلة، وعليهم افتح يا عم، حتى الكيس معصلج ومش عاجبه الكلام. يا ابني افتح، امسك يا ابني التليفون ده. نزلنا بحبة شعرية محترمين. قلب 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 قلب. هنحمرها ونرجع لكم. الجو برد والواحد الوقفة قدام البوتاجاز مدفية الواحد. ايوه يا اختي، قلبي كده شمال ويمين ويمين وشمال، قلبي كويس. عايزه اقولك على حاجه، حمر الشعريه كويس، ايوه كده. تكوني غسلالك بقى قد كوبايتين رز كده. طبعا انا ما كترتش، عملت كوبايه ونص وخلاص، على قد العيال. حطي ملحك بقى وظبطي دنيتك. شايفه يا بنت الشعريه لونها ايه؟ يا سلام، ذهبي بالظبط كده. زودي الميه بتاعتك. خلي دايما الميه فوق الرز او المكرونه او الرز بشعريه، يعني بسنتي ونص، 2 سنتي. طبعا معانا هنا الطماطم اتسبكت، نزلنا بالبطاطس. فاكرين بقى صدر الفراخ اللي احنا كنا مقطعينه؟ مش هنرميه، بهارات وفلفل اسمر وملح، بالظبط كده. واديها يلا تقليبه شمال في يمين. الرز بدأ يغلي عندنا اهو. هنغطي الرز ونغطي البطاطس. شايفين لوحة فنية والله. بتغطي يا بنتي، هي وقفت ليه دي؟ يا حاجة، هي راحت فين؟ يا ست غطي البطاطس. اهي الحمد لله غطت البطاطس. هنسيبهم طبعا لما يطيبوا الاتنين. هنا الرز اتشرب اهوت وطاب. هنحط تحتيه الصاجة طبعا شوية، او شياط الرز زي ما بيقولوا. تمام. شايفين الشعرية عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. غطي يا بنت غطي. طبعا البطاطس احنا هنزودها شوية مية، لان احنا هنسيب فيها نسبة مية، زي ايه، شوربة تقيلة شوية كده. طبعا الاكلة دي كانت دايما تعملها لنا ام الله يرحمها
في الشتا، خصوصا لما يبقى الجو برد يعني. بالظبط زي كده. شايفين الاكل اهو؟ ده قوام الشوربه اللي انا كنت بقول لكم عليه. والبطاطس المكعبات دي بتبقى طعمها تحفه، يعني بصراحه بتبقى خطيره مع الرز بشعريه. لا ما اقولكوش، اقسم بالله احلى دفع. طبعا في حيتان ورا الكاميرا، بس احنا لازم نصور، لازم. طبعا لازم ندوقه، ده الطبيعي يعني. فين التعليقات وفين اللايكات فين الاشتراك في القناة يا جماعة؟ اهم حاجة يبقى قوام الشوربة كده، يعني هو ايه بين التخديعة زي ما بيقولوا وبين الشوربة. ده بيدفي قوي على فكرة، فظيعة فظيعة.